أمر موسى المصريين والجزائريين إلى الهدوء ووضع الأمور في حدودها، وذلك بعد التوتر الذي نجم عن مواجهتي المنتخبين. دعوة موسى جاءت على هامش افتتاح مؤتمر في دبي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي، وكان الإعلام المصري تناقل أنباء عن مجموعات جزائرية اعتدت على مشجعين مصريين في الخرطوم، مضيفا أن عددا منهم أصيبوا بجروح، وأشار إلى أن الجماهير الجزائرية كانت تحمل أسلحة بيضاء استعملتها أثناء الاعتداء. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الخرطوم مراسل الجزيرة الرياضية إلى هناك سامر العمورابي. سامر، يعني ما شاء الله الموضوع استدعى دخول جامعة الدول العربية في الأمر، ماذا الجديد لديك؟ نعم، نحن حقيقة في حالة دهشة كاملة بما يسار في وسائل الإعلام المصرية، تحديدا قناة النيل للرياضة. كل ما يسار هناك لا أساس له من الصحة مطلقا. نحن متواجدون في الخرطوم بصفتنا مراسلين للجزيرة الرياضية، وكان معي الزميل رائد عابد غادر بالأمس موفد من الجزيرة الرياضية أيضا. لم نشاهد هذه المشاهد التي تعرض في قناة النيل للرياضة وفي بقية القنوات المصرية، وأستطيع أن أقول لك بتأكيد جازم أن ما يعرض من لقطات ليس في السودان، ولم يتم تصويره في شوارع الخرطوم ولم نرصده على الإطلاق. والملعب المصور في هذه اللقطات هو ليس ملعب المباراة، ليس ملعب المريخ، وهذه يعني اللقطات أقل ما توصف بأنها لقطات كاذبة ومفبركة. والسودان الآن الجو فيه شتاء وليس هناك سحب مطلقا في السودان، وبالنهار يعني الشمس في كبد السماء، وناهيك عن كثافة السحب بهذه الصورة. ونلحظ السحب واضحة في اللقطات التي يحمل فيها المشجعون الجزائريون سكاكين وآلات حادة إطلاقا. وكنا في هذه الأوقات كنا على الهواء مع قناتنا عبر BTL في نشرات الثالثة والخامسة والسابعة مساء. كنا على الهواء من داخل الملعب، وكنا نبث لقطات للاستديو التحليلي من داخل الملعب، ولم يشاهد أحد إطلاقا لقطات جماهير جزائرية تحمل سكاكين. وكل الجماهير الجزائرية في الخرطوم وفي داخل الملعب كان الجميع يلحظ أنها ترتدي فانيلات المنتخب الجزائري الخضراء. ليس هناك أحد جزائري في الخرطوم كان يرتدي بنطال وقميص. كل الجزائريين الموجودين في الخرطوم كانوا يرتدون فانيلات المنتخب وبناطيل جينز. هذه كانت ظاهرة ملفتة لنا جميعا. بعد المباراة وردتنا أخبار عن اشتباكات بين الجزائريين والمصريين بشارع المطار وحي المنشية في الخرطوم. اتصلنا فورا الساعة 1:30 دكتور محتسم جحفر رئيس اللجنة المنظمة، وجدناه في مطار الخرطوم الدولي. أكد لي أن الجزائريين فعلا اعتدوا على بعض حافلات المصريين الذين خرجوا من الملعب والفنادق بدون تأمين، وهذا ما أكده مدير شرطة ولاية الخرطوم الآن في التقرير السابق، ولم يسلكوا الطرق المتفق عليها. ولكن الشرطة احتوت الموقف بسرعة وعادت الأمور إلى نصابها. وبالأمس تساءلت بعض الفضائيات المصرية عن مهنية الجزيرة وأين كانت من هذه اللقطات. نحن لم نجد لقطات مثل هذه. تجولنا في شوارع الخرطوم بعد المباراة بحرية، تحدثنا إلى قناتنا، كتبنا خبر وبعثنا عن وجود اعتداءات من الجزائريين على المصريين، وطلبنا فون مع رئيس اللجنة المنظمة، وطلع على نشرة الساعة 2 فجرا بعد المباراة وتحدث عن هذه الاعتداءات وأن الشرطة احتوت الأمور. شوارع الخرطوم تحولت إلى أشبه بالسكنات العسكرية من كثافة التواجد الأمني والشرطي، والناطق الرسمي يكفي أنه نفى وجود أي إصابات مسجلة بأقسام الشرطة أو بالمستشفيات. كنا نتوقع أن يتحدث الإعلام المصري عن التقصير الذي كشفناه نحن في الجزيرة الرياضية للسفارة المصرية هنا في الخرطوم في عدم تنظيمها لجماهيرها وعدم توفير أدوات التسجيل بصورة واضحة، بعكس السفارة الجزائرية التي كانت منظمة من قبل 3 أيام من المباراة. نحن عرضنا لقطات من أمام السفارة المصرية لجماهير مصرية محتجة على عدم توفر أعلام، على عدم توفر تذاكر دخول، أنها لا تملك مال حتى لشراء هذه التذاكر. نعم سامر، نعم سامر العمورابي، على أمل أن تؤول الأمور إلى خير ما يرام. شكرا جزيلا لك. والآن طبعا إلى القاهرة مع مراسلنا جمال هليل هناك. جمال، ما هي حقيقة الأحداث التي دارت أمام السفارة الجزائرية في القاهرة أمس، وكم عدد المصابين تحديدا؟